9 نقاط الفريق السعودي، 6 نقاط والفريق الفلسطيني 6 نقاط والفريق القطري 3 نقاط، بينما الفريق الصيني فقط من دون نقاط في المركز الاخير. كرة وصلت عالية ممتازة والهدف الاول، هدف اول لمصلحة الفريق الكويتي في هذه اللحظات. مميز مميز مميز. سعود قاسم تمكن من التسجيل بعدما تابع كرة كانت خطيرة ووصلت إليه الكرة مثل ما أراد وسدد مثل ما أراد. الفريق الكويتي يتقدم في نتيجة هذا اللقاء بهدف أول ممتازة. كانت البداية عن طريق سعود الصالح، انطلق سعود كالسهم في اليسار، بعد ذلك وصلت إلى سعود الصالح وسعود يسعد الفريق الكويتي. مزيد المطيري على تنفيذ هذا الخطأ، مزيد يرسل كرة عالية والراسية، هدف ثاني. الكرة مسقت الشباك، نعم كرة راسية جميلة، هو هدف ثاني لمصلحة الفريق الكويتي في هذه اللحظات. صناعة مزيد المطيري ممتازة، كانت العرضية ممتازة، كانت الكرة من جانب اللاعب مزيد المطيري. بعد ذلك عبد الرحمن الخضر هو من تكفل بتسجيل هذا الهدف الثاني في هذه اللحظات لمصلحة الفريق الكويتي. هو هدف الاطمئنان، هو هدف الضمان، وصعبة جدا. كرة أرسلت طويلة في وسط الميدان. اليوم لقاء روسيا والبرازيل سيكون لقاء مثير ومثير جدا، فسيصل إلى الدور القادم وسيرافق الفريق الكويتي. حسين علي عند الكرة، عرضية ترسل عالية، هنا فرصة خطيرة والتصويب، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هذه المرة سعود الصالح يتمكن من التسجيل بهذه الطريقة، يحتفل وبهذه الصورة يسعد ويسعد معه الفريق الكويتي. سعود الصالح يا سلام يا سلام، استقبل مثل ما شاء وسدد الكرة. يا سلام، الله الله على كرة جميلة، الله على كرة جميلة، كرة مميزة. وللمنتخب الكويتي وللفريق الكويتي 3 أهداف على الفريق الروسي في هذه اللحظات. الهدف الثالث والعشرون للفريق الكويتي. توقيت هذه المباراة هنا صافرة حكم اللقاءات. يا أحباب الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، الفريق الكويتي متقدم بل انتصر وفاز على الفريق الروسي ب3 أهداف نظيفة، ووصل رسميا إلى الدور القادم بعلامة كاملة 12 نقطة من 4 مباريات.